هشام خويا شكون اللي كيبيض الاموال في التيك توك هذا مبيضون عطينا يبيضنا شويه حتى حنا وشوف معاهم راه يخدموا معاك ناصحة اخي، بيضونا يخدموا حتى حنا. راه يخدموا معاك اخي بليطار. وشحال تيخدموا 20%؟ 10% 15%. ما كافيانيش 50% ولا ما نخدم. واش عمرك سألتي شي نهار علاش شي ناس في تيك توك ما عندهم لا محتوى، ما كيديروا حتى شي حاجه كتفيد هاد العالم هذا وكيوصلوهم هدايا بالملايين؟ كاينين شي ناس مثلا كتلقاه مخدم اللايف وجالس بحال هكا وكيوصلوه هدايا باثمنه خياليه. خويا اختي، هذا الفعل هذا هو واحد الفعل اجرامي كيتعاقب بالحبس وبغرامات ماليه كبيره، وهذا الفعل الاجرامي هو تبييض الاموال في التيك توك. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع، وما غيرش اللي غنهضر عليه مثلا كيف كنقولوا بهضره ديال الطاكسيات، لا، غادي نعطيك عليه نظريات وغادي نشرح لك بالتفصيل كيفاش كيوقع هذا الشيء وشنو اللي كيديروا وعلاش تيك توك ولا وسيله المفضله عند المجرمين باش يبيضوا الاموال. نبداو بالانترو. اسمع والدرمه اسمع. السلام عليكم الدراري والدريات، معكم برولي فيديو جديد. وفي الفيديو ديال اليوم غنهضروا على تبييض الاموال على طريق تيك توك. اسهل وافضل طريقه عند المجرمين باش يبيضوا الاموال ديالهم، باش يخليو دوك الاموال الفاسده تولي صالحه. المهم، قبل ما نبداو الفيديو بغيت نشكر الفولورز ديالي، وبالنسبه للناس اللي اول مره غيشوفوني، معكم برولي، شين اللي هي محترمه مؤدبه وعائليه، كنهضر على الاكتيفيتي ديال العالم وديال المغرب، ومره كنهضروا على قصص، مره كنضحكوا. الا كنتي اول مره تشوفني دير ابوني ديالك، وبالنسبه للناس اللي كيتفرجوا ما كيديروش ابوني، تاكد ديرها وغتدعمني بها بزاف وما نطولش عليك بزاف ونبداو الفيديو. قبل ما ندخلوا في التيك توك خاصنا نفهموا شنو هو تبييض الاموال بواحد الطريقه اللي هي بسيطه. شوف، تخيل معايا، انا نشرح لك بطريقه سهله. تخيل معايا شي واحد عنده فلوس جو من شي حاجه حرام، هل كتقول مثلا التهريب، هل كتقول المخدرات، هل كتقول النصب والاحتيال، مهم اي حاجه غير قانونيه. هاد الفلوس ما يقدرش يشدهم ويحطهم في البلانكه بحال هكا. هاد البلانكه غتسولو منين جبتي هاد الفلوس، فهمتي؟ والدوله غادا تقلبو غيلزق مشدود على هاد القضيه. اذا شنو كيدير؟ كيقلب على شي طريقه باش هاد الفلوس هادو يخليهم جاو بواحد الطريقه اللي هي قانونيه. هل كتقول مثلا تجاره، كتقول خدمه، كتقول مشروع. وهنا جات تبييض الاموال، زعما كياخذ دوك الفلوس موسخين وكيردهم نقيين في عينين القانون. المهم، زمان كانوا كيديروا هادشي مثلا بالكاش، مثلا كان كيشريو العقار، كيديروا شركات وهميه. ولكن دابا لقاو طريقه جديده اللي هي سهله بزاف، اللي هي تيك توك. دابا غادي تسولني علاش تيك توك بالضبط، ماشي يوتيوب، ماشي انستغرام، ماشي فيسبوك، ماشي شي حاجه اخرى؟ علاش غير تيك توك؟ شوف، التيك توك عنده واحد النظام اللي هو فريد من نوعه، اللي هو نظام الهدايا في اللايف، اللي كيتسمى تيك توك جيفت. كيفاش كيخدم هذا النظام؟ سهله، انا نشرحها لك بالتبسيط، وبزاف ديال الناس عارفينها، ولكن انا غادي نعطيك شي ديتيلز اخرين عليهم. اول حاجه، تيك توك عنده واحد العمله اسمها الكوينز، كتقدر تشريهم بالفلوس. مثلا كتحط كارت فيزا ديالك وكتشري الكوينز اللي هو العمله ديال، بحال كتقول دابا المغرب العمله ديالها هو الدرهم، تيك توك العمله ديالو هو الكوينز. اول حاجه كتشري دوك الكوينز. ثاني حاجه، دوك الكوينز كتقدر تتبدلهم الهدايا افتراضيه، بحال كتبدلهم بالورده، سبع، زرافه، كلب، يونيفيرس، المهم كتحولها لاي حاجه. ثالث حاجه، دوك الهدايا الافتراضيه كتقدر تصيفطهم لشي واحد في اللايف. الحاجه اللي كتبيكي هنايا في تيك توك واللي سهلت القضيه على الناس ديال تبييض الاموال والمجرمين، هما هذوك الهدايا اللي كتصيفط لشي واحد ديال اللايف، كيجمعهم وكيبدلهم الالماس. ودوك الالماس كيقدر يبدلهم لواحد الفلوس حقيقيه. شفتي الحيله كي دايره؟ كيصيفط فلوس حرام لشي واحد في اللايف، وهذاك الشخص كيستقبلهم وكيحولهم فلوس نقيه. وهنا كيجي التيك توك، هنا كيوقع داك السحر الاسود ديال التيك توك اللي كيخلي الفلوس كتكون من حرام، اللي ما لايقاش، اللي ما يمكنش تحطها في البنك، تولي تقدر تحطها في البنك، وتالا سولاتك البنك تقول لهم انا جبتهم من تيك توك. خليني نشرح لك التفاصيل بالضبط كيفاش كيديروا. ها انت نشرحها لك بخطوه بخطوه. اول حاجه، المجرم كيصيب حساب مزيف، كيصيب جوج، اوكي. ثاني حاجه، واحد من دوك لي كون كيشري به العملات، الكوينز ديال تيك توك.
ثالث حاجه الكون، واحد عنده واحد عنده الكوينز وواحد ما عنده والو. هذاك اللي ما عنده والو كيبدا لايف، كيطلق لايف. الاخر كيبدا يصيفط ليه الهدايا، كيبدا يصيفط الهدايا ملي كيساليه فلوس كاملين. الاخر كيسد اللايف وكيجمعهم على شكل الماس، ودوك الالماس كيصرفوا من الفلوس حقيقيه وكيمشي للبنكه وكياخذ فلوسه. وها هو من هنا حول فلوس اللي كانت مشبوهه لفلوس ماشي مشبوهه. وبالنسبه لتبييض الاموال على التيك توك، راه ماشي هذه هي الطريقه الوحيده اللي كاينه. كاينين بزاف ديال الطرق وانا نقول لك منهم وحدين. كاين اللي كيبيع ويشري في الحسابات ديال تيك توك. مثلا كتلقى شي تيك توك فيه شي 10 المليون مثلا فولورز. اش كيدير؟ كيهضر مع مولا وكيقول انا نشريه من عندك. كيخلصوا فلوس كاش اللي هما مشبوهين، وكيشري من عنده الكونت وكيعاود يبيع داك الكونت لواحد اخر واخا كاع يكون خاسر فيه. المهم كيقول لي حول لي الفلوس انا بانني راه بعت لك الكونت، ودوك الفلوس كيخليهم في البنكه. منين جاوك الفلوس بعت الكونت. هذه اول طريقه. ثاني طريقه، كاين واحد في تيك توك، كاين تيك توك شوب اللي هو بحال كتقول التجاره الالكترونيه. بنادم كيحط السلعه ديالو في تيك توك تباع. واش كيديروا؟ كيحطوا السلعه بثمن غالي، فهمتي؟ كيحط شي مكانه عاديه بالملايين، كيحطها وكيجي الاخر يشريها. ملي كيسولوك البنكه منين جاوك فلوس، انا راه عندي تيك توك شوب كنبيع ونشري في تيك توك. هذه الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه، كاين اللي كيستعمل وسطاء، بحال كتقول مثلا شي واحد في تيك توك مشهور مثلا، كيدير لايف كيقول لي شوف انا راه غنبدا نصيفط لك الهدايا، غنبدا نصيفط لك هدايا ديال بصح، وغنعطيك واحد النسبه ديالك وانا ناخذ النسبه ديالي. دابا نعطيكم امثله حقيقيه وتدخلات بوليسيه على هذا الموضوع ديال التيك توك. عندك في بريطانيا البوليس اكتشفوا واحد العصابه دايره مئات الالاف ديال لي كونت، الاختصاص ديالهم هو تبييض الاموال على التيك توك. اش كيديروا؟ كيبداو يطلقوا اللايفات، اللي باغي يبدل فلوسه يردهم مثلا من مسخين نقيين، كيجيو عند هاد العصابه هذه كتردهم بيضين، كتغسلهم مزيان. المهم العصابه اش كانت كدير؟ كانت كدير لايفات وكديرهم حتى الليل، زعما راه كلشي نعس واجي نبداو ندير نصيفطوا الهدايا ونحولوهم. عاقوا بهم البوليس وشدوهم. وفي تركيا وفي دول الخليج كان اكتشفوا البوليس واحد العصابه تاهي اش كدير؟ كتشري العملات ديال تيك توك بلي كريديت كارت اللي هما كيكونوا مصفورين، كارطه ديال لا بنك. كارطه ديال لا بنك كتكون مشفوره، ولا مثلا شي واحد سكاماها ولا هذا كيشريها كلها هدايا، كيشريها كلها كوينز من تيك توك، وكيبدا يحولها للحسابات ديالهم وكيحول لهم الالماس كيف شرحت لك، وكيسحب الفلوس منين جاوك راه جاوني من تيك توك. وحتى في المغرب دابا بدات السلطات كتراقب هذا النشاط، وكاينين حالات ديال الناس تشدوا بسبب هذه الانشطه المشبوهه اللي هي مرتبطه بالمنصات الرقميه. والاخطر من هذا الشيء كله هو ان التيك توك راسو بدا يتعرض لضغوطات من الحكومات باش يتراقب هذه الانشطه، ولكن الحقيقه ان المنصه باقا ما عندهاش ادوات كافيه باش توقف هذا الشيء كامل. وانا راه سمعت بانه في المغرب قال لك راه كيناقشوا هذه الفكره ديال يحبسوا التيك توك. دابا غنهضروا على العواقب القانونيه. شوف، كاين اللي غيقول لي انا خويا راك ديرها لايف وراه ما عارف حتى حاجه. اسمع مزيان، الا شاركتي في هذه العمليه حتى الا ما كنتيش عارف كتعاقب، حيث القانون ما كيرحمش في هذه الامور. في المغرب تبييض الاموال كتعتبر جريمه وكتعاقب على من عامين ل5 سنين، والغرامات الماليه كتوصل للدوبل ديال داك الفلوس اللي بيضتي. مثلا بيضتي 10 المليون كياخذوا من عندك 20 مليون. ومصادره الاموال والممتلكات كامله ديالك. والا كنتي مثلا في شي شبكه اللي هي منظمه وكدير هاد الانشطه وكدير هاد الشيء اللي غير قانوني، تقدر توصل حتى ل10 سنين وكتر. وما تنساش حتى التيك توك يقدر يقفل لك الحساب ويمنعك من السحب ديال هاد الاموال. ونزيدك عاوتاني تيك توك الا مثلا شافك كيوصلوك بزاف ديال الفلوس بواحد الطريقه اللي ماشي زعما اكثر من القياس، فهمتي؟ كيبداو يشكوا فيك، كيبداو يشكوا بانك ملي كيوصلوك هاد الهدايا وكذا كيحبسوا لك الكونت وكيكلموا الوحده ديال معالجه المعلومات الماليه اللي كاينه في البلاد، خلوهم يراقبوك ويخلوهم يتحققوا من الامور ديالك. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، وبغيت نقول لك بانه راه درت هذا الفيديو غير باش نوعيكم، ماشي باش نقول لك شي حاجه نخلعك بها ولا شي حاجه. الا كنتي كدير لايف وكيوصلوك الهدايا عادي، راك عادي ما كاينش مشكل. ولكن انا بغيت نوصل
الناس، دوك الناس اللي كيديروا لايفات تيك توك يوصلهم هدايا خياليه كيسحب لهم راه كلشي حقيقي وراه كلشي الناس كيبغيوهم. لا، راه كاينين اكثريه منهم وراكم عارفينهم، ما كاين غير التبييض ديال الاموال. وهذا الشيء كامل راه دابا هما خدامين عليه، يا في التيك توك يا في الدول يا في اي حاجه. كلشي غيتراقب وكلشي غيتحاسب، واللي كيدير شي حاجه مخالفه للقانون غادي يتعاقب. المهم ما نطولش عليك بزاف في هذا الفيديو، شاركوا مع العائلات ديالكم والاصدقاء ديالكم باش تعوم الفائده وبنادم كله يوعى. وما تنساش لايك سبسكرايب وجيم ديالك، ونشوفك في الفيديو الجاي. بيس.